سلام تام. معكم مهدي، خبير العلاقات الأسرية. جيت نتذاكر معكم شوية. جيت نعاود لكم على سامي. وليت فرق الوالدين ديال سامي حس بحال وسط شي عاصفة. الدار اللي كانت عامرة بالضحك والحنان ولات ساكتة وباردة. في الأول كان معصب، تالف، حاس باللي الحب ديال والديه ضاع مع الطلاق. ولكن مع الوقت بدا كيكتشف تفاصيل صغيرة بدلات كلشي. ماما ولات ديما حداه، كتسولو على واش كيحاس، شنو كيعيش، تقولو انا معاك، شنو موقع. باباه كيف ما كان الحال، رغم انه ما بقاوش ساكنين مع بعضياتهم، كان كيدير جهدو باش يشوفو يدوز معاه الوقت. كيدير الجرده، يمشيو السينما، يتفرجوا شي فيلم، كيهضروا بصراحه. هاد اللحظات البسيطه اللي رجعت سامي الاحساس بالامان، وفهم ان الحب ما كيمشيش مع الطلاق، يبقى غير الشكل اللي كيتبدل. ما كانوا عايشين مجموعين، ما بقاوش عايشين مجموعين، ولكن المشاعر باقيين يما هادوك. الطلاق ماشي كارثة، هو مرحلة من مراحل الحياة العائلية، بحال أي تغيير كيوقع في الحياة. نظرية أهرنوس كتقول أن الطلاق ما كيساليش العائلة، ولكن كيعطيها شكل جديد، فين يقدر كل واحد من الوالدين يبقى حاضر بطريقته ويحافظ على علاقة سوية مع ولادو. أول حاجة خاص الطفل ولا المراهق يفهم أن الطلاق ما كيعنيش نهاية الحب، بل بداية لمرحلة مختلفة، فين كل واحد عنده دور جديد في الحياة ديال الآخر. خاص يكون الحوار مفتوح، الطفل يقدر يعبر على الخوف والحزن والغضب ديالو بلا خوف بلا حرج. الوالدين خصهم يسمعوا، ماشي يحكموا. كلمة صادقة كداوي بزاف د الحوايج لداخل. حتى إلا تبدلات المعيشة، خاص العاطفة تبقى مستمر. جلسة بسيطة، خريجة خفيفة، ولا مكالمة قبل ما ينعس، كلها رسائل كتقول أنا باقي كنبغيك، أنا باقي معك. الرسم، الكتابة، الرياضة، كلها طرق صحية باش الطفل يخرج للي في خاطره، يفرغ ديك الطاقة اللي عنده، ويتعلم كيفاش يتعامل مع التغير بدل ما يهرب منه. لما يتعلم أن الطلاق ما كيساليش الحب، وما كيعنيش الفشل، ولكن كيعني النمو والتعلم. اليوم ولا كيهضر كتر، كيسمع والديه، كيشاركهم تفاصيل حياته، وكيف ما كان الحال حافظ على الرابط بيناتهم بحب ونية صافية. حتى داك كيبقى باب، هذا كتبقى أم. الطلاق ماشي نهاية الأسرة، هو تحول طبيعي إلا كانت النية مزيانة والتواصل حاضر. الطفل يقدر يخرج من التجربة أقوى، أكثر وعيا وأكثر حبا للحياة. خاص تكون شوية المرونة النفسية اللي ما كتجيش من غياب الألم، ولكن من القدرة على التجاوز ديالو.